أهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل. اليوم جبتكم ريسيت تعمل 66 كيف، اسمها لحمة التن. ريسيت تونسية زمنية، كل واحد يخدمها بطريقته. أنا لهنا عملتها بالصوص، فما ناس ما تحبش تعملها بالصوص. يلا نعطيكم الريسيت. خذيت 8 ترونشيت سكالوب لهنا، سكالوب دو بولي، قصيتهم بيان سور دي ترونش. خذيت مغرفة كبيرة ثوم مرحي، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، كليل، زعتر، كركم وملح، كلهم مغرفة صغيرة. نص بصلة قصيتها جويدة، وشوية معدنوس كعبتين عظم سمطهم. خذينا شوية زيتون مقصوص أكحل، 4 توابع جبن، وحكاية 100 جرام جبن ملحي، شوية زيت زيتونة وحكة تن بيان سور. هي اسمها لحمة التن، دونك ما تجي كان بالتن. فما نستعملها باللحم، فما نستعملها بالدجاج. حطيت الفاح نتاعي كل في بول، حطيت فوقهم نتاع مغرفة كبيرة ماء وشوية زيت زيتونة، خلطهم باش نفوح السكالوب نتاعي بالطريقة هذية، ونقلبوهم. راهي تجي فيه بنة، سورتو كي يزيدوها الثوم الشايح مش نورمال. خلط السكالوب بالبهي بداية كي من هكا لين يدخلوا الفاح الكل في بعضهم. طب باش نعمل الصوص، خيط مغرفة متاع ماكلة طماطم، سنين ثوم، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة فلفل أحمر، ومغرفة ملح، شوية تومات فريش بتاع 3 كعبات، شوية زيت زيتونة. حطيت الزيت بتاعي على الغاز يسخن، صبينا فوقه التومات فريش، خلطتها. هذه عبارة على صوص خفيفة. زدت حطيت لها التومات نتاعها وفحاتها وغطيتها، خليتها تغلي شوية. خليت الكسرونة توا باش نذبل شوية البصل والمعدنوس نتاعي، حطيتهم هكا. بعد ما ذبلوا بالباهي حطيت في الصحفة اللي باش نخلط فيها الخليط نتاعي. وتوا اول حاجه باش نعملها، باش ناخذ شويه زبده باش نحطها في البويل، وباش نقلي السكالوب نتاعي شويه، ما نقليش برشا لين يحمر كومبليتمون، خاطر بطبيعته شي عاود يطيب في الفور. حطيت الفارس نتاعي الكل، حطيته مع بعضها، الزيتون، العظم المقصوص، البصل المعدنوس، التن، جبن التوابع. زدت حطيت عليهم كابتين عظم. خذينا البلاتو متاعنا هذايا باش نطيب فيه السكالوب. اول حاجه نفرشوا الصوص. راه كيما قلت لكم تنجموا تعملوها شايحه ديريكت من غير صوص، انا نحبها بالصوص تعطيني جو اخرى. ننظموا السكالوب متاعنا فوق الصوص، ونبداو نحطوا الفارس فوق كل ترونش سكالوب. تنجم تحط الجبن قبل، هكا وريتكم دوز اكزامبل، تحط من فوقها الفارس. طيب باش ندخلوها تيب 30 دقيقه على 180 درجه. بعد ما طابت لحمة التن متاعنا، تعمل 66 كيف. فما شكون يعملها باللحم البقري، فيليه لحم بقري، فما شكون يعملها سكالوب دو داند، كل واحد كيش يعملها. خرجناها، نحطوا شوية الصوص على جنب. تشهي ما نحكي لكم، مش الناس الكل ننصحكم تجربوها. يلا ان شاء الله تعجبكم الريسيت. ما تنسيوش كالعادة تشجعوني بالبارتاج، بارتاجيو مع اصحابكم الفيديو باش الناس الكل تشوف الريسيت. راهي بالحق بنا بنا بنا. صحة الناس اللي باش تجربها، وشهية طيبة للجميع.